في الأول من مارس من العام 1956 بعد مشاركتها في احتفال بنيل المغرب لاستقلاله في اليوم الموالي، استقالت سيارتها رفقة شقيقها إلى البيت مسافة قصيرة وصلت. أمها تخاطبها من الشرفة، فجأة باغتها شخص من الخلف وأفرغ رصاصات مسدسه في رأسها. فن، سياسة، رياضة، أحداث، شخصيات، بورتريهات. ثريا الشاوي كانت شخصية يعرفها المغاربة والعالم كأول مغربية وعربية وإفريقية قادت طائرة. ولدت بمدينة فاس في دجنبر عام 1936. والدها عبد الواحد الشاوي رائد في المسرح المغربي. تلقت دروسا في الفقه والنحو والتاريخ، وكان لها مواهب وأعمال تشمل مجال الأدب وخصوصا الشعر والقصة، إلى جانب إسهاماتها في العمل الجمعوي. لكن عشقها منذ الطفولة كان الطيران، واستطاعت بدعم من أسرتها أن تحقق حلمها وأن تلتحق بمدرسة طيط-ملي للطيران. كانت الفتاة المغربية الوحيدة في مدرسة مخصصة للنخبة الفرنسية. تعرضت لنظرات الازدراء والعنصرية، لكنها لم تتخلى عن حلمها. وهي في 15 من العمر جاء موعدها مع الامتحان. كان يوما سيء الأحوال الجوية. بعض المصادر قالت إن اختيار ذلك اليوم كان متعمدا من قبل الإدارة الفرنسية للمدرسة حتى لا تنال شهادتها. حلقت ثريا على علو 3000 متر، قطعت مسافة دائرية على طول 40 كيلومتر. قدمت استعراضا رائعا أثار إعجاب الحاضرين ولجنة الامتحان، التي منحتها شهادة الكفاءات لقيادة الطائرات بامتياز. في كتابه الشهيد ثريا الشاوي أول طيار بالمغرب الكبير، أودع عبد الحق المريني مؤرخ المملكة كلمات كتبتها في مذكرتها تتوجه بها إلى أبيها متحدثة عن هذا الامتحان، تقول: لقد عشت يا أبي أسعد لحظة في حياتي. حين كنت ممسكة بزمام الطائرة لم أرى إلا ضبابا في ضباب، ولكني كنت حذرة أشد الحذر. كنت أحسب نفسي كطائر أشارك الطيور في فضائها وأستمتع بالحرية الكاملة. أصبحت ثريا قائدة طائرات في زمن كان مجرد خروج المرأة من بيتها عسيرا. تصدر الحدث الصحف الوطنية والدولية، فالنساء قائدات الطائرات آنذاك كان يتم عدهن على رؤوس الأصابع في العالم. نضلت ثريا من أجل استقلال المغرب، وحين عودة الملك الراحل محمد الخامس من المنفى عبرت عن فرحتها بطريقتها الخاصة، إذ حلقت بطائرتها فوق الموكب الملكي تلقي بالمناشر والأوراق الملونة. رغم صغر سنها كانت شخصية مؤثرة في مغرب ما قبل الاستقلال، ومن هنا تعرضها سنتي 54 و 55 لأربع محاولات اغتيال. المحاولة الخامسة لاغتيال ثريا ستنجح عشية إعلان الاستقلال. تقول بعض المصادر إنها قتلت على يد أحمد الطويل، وهو عنصر من ميليشيات سرية كانت معروفة بتنفيذ عمليات الاغتيال بعدما رفضت الزواج منها. لكن مصادر أخرى تؤكد أن من أمر بالتصفية هي جهة أكبر من الطويل، استهدفت رمزا للمرأة المغربية الناجحة.